السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما منوريني ومشرفيني في القناة. حبايبي، لو أول مرة تشوفوني أنا شيرين معاكم من قناة كرنفال شيري. يشرفني جدا انضمامكم للقناة وتشجيعكم ليا. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل بريوش بطريقة حلوة جدا وسهلة، بعجينة هشة ولذيذة جدا. ينفع فطار أو عشاء، يعني إن شاء الله الطريقة تعجبكم. نسمي بالله ونخش كده على التحضير. معانا هنا ايه؟ معانا كيلو من الدقيق هننخله زي ما حضراتكم كده شايفين، وهنحط عليه كمان 3 معالق كبار من السكر. لو عايزة تزودي سكر زودي. انا هنا حطيت 3 معالق كبار من السكر، وربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. ده كيس اخدت منه شوية وكان فيه حوالي معلقة صغيرة. هنقلب كده المواد الجافة مع بعضها. معايا كمان نص كوباية سمنة، هكون طبعا مسيحاها، وممكن انتي تبدليها بالزيت او بالزبدة زي ما انت عايزة. انا هنا معايا نص كوباية سمنة كده سايحة، هقلبها كده في الدقيق. ومعايا كمان واحدة بيضة، ومعايا كوباية لبن وكوباية مية. هنزل بكوباية اللبن مرة واحدة، وكوباية المية هنزل شوية بشوية على حسب ما الدقيق هياخد معانا. هنعجن كده فيها شوية بشوية. العجينة بتاعتنا أنا عايزاها لينة شوية، هتكون فيها كده تلزيقة شوية بتلزق كده. هي العجينة دي اللي بتدي نتيجة هايلة في المخبوزات. فهي ان شاء الله كده هتاخد الكوبايتين، وهتحتاج كمان حوالي 3 معالق كبار ميه، او ربع معلقه ربع كوبايه صغيره ميه. كده اخدت كوبايه الميه التانية، وهنحط لها حوالي ربع كوبايه صغيره كمان، او 3 معالق كده ميه، اقل من ربع كوبايه كمان. طبعا انا هكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف، عشان لو حد طبعا تاه منه اي حاجه هيلاقيها في صندوق الوصف تحت. هنلم كده العجينة بتاعتنا. طبعا هي زي ما انتوا شايفين فيها التلزيقة دي اللي بقول لكم عليها. هننقلها طبعا في طبق كده تاني، نكون حاطين في ارضيته كده شوية من الدقيق عشان ما تلزقش فيه. وهنغطيها بقى ونسيبها من ساعة لساعة ونص. في الجو الشتاء اللي احنا فيه ده مش هنسيبها اقل من كده، مش هنسيبها اقل من ساعة، من ساعة وانتي طالعة. هنا بعد ساعة وتلت كده عدوا عليها، شفتها كده لقيت حجمها ده ضاعف معانا كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده انزلها كده على الرخامة، والمي فيها كده شوية قبل ما نقطعها. العجينة حلوة جدا، هشة جدا في ايدي ما شاء الله عليها، يعني ما بال كمان بعد ما تستوي. هنبدأ نطولها كده معانا، وهقطعها بقى ايه قطع صغيرة. التقطيع طبعا زي ما انت عايزة، ممكن تقطعي بقى ايه كور كبيرة، كور صغيرة زي ما انت عايزة. فانا بفضل ان انا اقطعها كور كده صغيرة، لان هي حجمها بيتضاعف تاني بعد التخمير التاني، لان احنا طبعا بعد ما هنشكلها هنسيبها ايه تخمر تاني حوالي برضو ساعة او ساعة وتلت. هنبدأ كده نعملهم كده كور قبل ما نشكلهم. هي عملت معايا هنا، يعني حقيقة انا مش متذكرة، بس عملت معايا حوالي 25 واحدة حاجة زي كده. خلصتها انا كده طبعا بعد ما شكلتها كور. معايا انا هنا صاج دهنته الارضيه بتاعته سمنه. وانا طبعا قلت لكم في المخبوزات انا بحب ادهن ارضيه الصواني سمنه، ما بحبش الزيت، السمنه بتكون حنينه على العجين. مسكت كده اول كرة طبعا برمتها شويه كده بين ايديا، وبعدين بتكملي فيها برم كده على الرخامه، وبعدين بتلفيها كده بشكل حلزوني كده عشان تدينا الشكل اللي انت شايفاه ده. هنعمل طبعا كل الكمية بنفس الشكل، بتبرميها كده بين ايدك شوية، وبعدين بتكمليها على الرخامة كده، وتبدأي تلفها بالشكل الحلزوني ده. طبعا انت شايفاها صغيرة كده قدامك، بس بعد طبعا التخمير هتزيد
وهتتضاعف، يعني هتبقى الواحدة حجمها قد كده مرتين. انت لو عايزة طبعا كل واحدة بوحدتها، فتقدري ان انت تشكليهم في صاجين كبار او صينيتين كبار. بس انا هنا عايزة الشكل كله يطلع حاجة واحدة، شكل واحد كده كلهم ماسكين في بعض، وابدأ اقطع منهم. ده بيكون احسن وبيدي نتيجة حلوة، بيبقى كله كده ماسك في بعضه وبيبقى هش كله كده مع بعضه. طبعا بعد ما يخمر كل ده هيمسك في بعضه. هنسيبه طبعا من ساعة وانت طالعة على حسب ما هيخمر معاكي. هنبدأ نغطيه كده بقى ايه بفوطة او بشمع، وهنسيبه زي ما قلت لك. هنا بعد ما خمر معانا اهو، برضو قعدت عليه حوالي ساعة وتلت. معايا هنا صفار بيضة ونص كوباية لبن ورشة من الفانيليا. هنبدأ ندهن الوش بتاعه كويس قوي. هتشربي الوش بتاعه كويس قوي بالبيض واللبن. وفي هنا طبعا خطوة انت ممكن تدخليه الفرن على كده، او هتحطي على الوش بتاعه سكر زي ما انا هعمل. انا هجيب دلوقتي سكر عادي خالص، سكر حبيبات عادي جدا، وهنبدأ نرش على وش العجين. بيديله برضه لون احسن واحسن كمان، وبيدي طبعا طعم حلو. طبعا بيبقى كده بتمسكي الواحدة كده بتبقى السكر كده على الوش فيها مديها طعم حلو قوي. هنكون مسخنين الفرن طبعا قبلها ب10 دقايق، وهنحطها على الرف الأوسط على درجة حرارة 180، وهنسيبها. طبعا احمرت من فوق وتحت خلاص اوكي. لقيتيها احمرت من تحت كده والجوانب والوش لسه، هنشغل الشواية حوالي 5 دقايق عليها ونبدأ نخرجها. هنا خرجت معانا اهي زي ما انتوا شايفين الشكل يعمل ازاي، كله كده طبعا طالع شكل واحد ماسك في بعضه حلو قوي. هتبدأي تقطعي كل واحدة. طبعا كل ما هتاخدي هتشيلي واحدة سهل، انت بس بتسلكي اول واحدة وبعد كده كله بيبقى سهل. مش متخيلة العجينة ريحتها عاملة ازاي ولا هشة ازاي، حقيقي حلوة قوي. انتي ما هتعمليه هيعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليه. طريقة سهلة كده وبسيطة ومكوناته على قد الايد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اتمنى تدوسوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.